السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أصدقاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة في برنامجكم يحكى أن مع حكاية شيقة. تحمل معها الدروس والعبر. عنوان حكايتنا اليوم العفو عند المقدرة. فلنبدأ بقولها للناس يا موفق. حسنا يا عبد السلام، هيا نبدأ. كان يا ما كان هنالك غابة بعيدة، تعيش فيها الحيوانات المختلفة. وكان من بين هذه الحيوانات أسد. كان هذا الأسد يخيف الجميع. كل الحيوانات تخاف منه. وفي ليلة من الليالي كان الأسد راقدا، بالقرب من عرينه، وكان يسرح بعيدا. ترى ماذا سآكل غدا؟ وما هي الفريسة التي سأصطادها؟ هل من الغزلان؟ أم هي من أسراب النعام؟ وفجأة شعر الأسد بشيء، كما لو أن شيئا لمسه، ويجذب خصلة من شعره، فاستيقظ من نومه. فوجد فأرا صغيرا. كان الفأر يرتعد من الخوف، فزمجر الأسد وكان غاضبا. وسأل الفأر: ما هذا؟ ما الذي جاء بك إلى هنا؟ وكيف تجرأت على ذلك؟ بل حتى كيف تلمسني أيها الفأر؟ وتجر خصلة من شعري. كان الفأر يرتجف من الخوف. لكنه قال: مهلا يا سيدي، مهلا يا ملك الغابة. أنا لم أتجرأ على فعل ذلك، إلا لسبب مهم. وهناك قصة يجب أن تستمع إليها. قال الأسد: حسنا، ماذا عندك؟ هيا أخبرني بسرعة. قبل أن ينفذ صبري. فقال الفأر بصوت مرتجف: يا سيدي، أنت تعلم أن لكل فأر جحر، فيه يسكن وفيه يبيت، وقد كان لي جحر مثل كل الفئران الأخرى، ولكنه مع الأسف تهدم. فخرجت لأبحث عن بعض الحشائش، حتى أعيد بناء الجحر. وبينما أنا أسير على ضوء النجوم لمحت كومة تشبه الأعشاب، ولما جذبت جزءا منها فإذا هي خصلة من شعرك. وأنا لم أقصد أن ألمسك، فأنت ملك الغابة، ولا يجرأ أحد على إزعاجك. وبالفعل هدأ الأسد قليلا، وقل غضبه بعض الشيء، لكن وفي نفس الوقت كان يشعر ببعض الإهانة. من هذا الفأر الصغير، كيف يتجرأ بلمسي ويقوم بشد جزء من شعري، الذي يميزني عن حيوانات الغابة، وهو يمثل لي كالتاج. متوجا كملك الغابة، وكل من ينظر إليه من الحيوانات يصاب بالرعب والخوف، بل حتى كيف يتجرأ الفأر على أن يشبه شعري المهيب. كالأعشاب والحشائش. ترى يا أصدقاء، ماذا سيفعل الأسد؟ هل سيعاقب الفأر الصغير؟ سنعرف ذلك، لكن بعد الفاصل. لا تذهبوا بعيدا، فاصل قصير يا أصدقاء. وسنواصل بعدها في حكايتنا. أهلا وسهلا بكم يا أصدقاء، عدنا لكم بعد الفاصل، مع حكاية اليوم المشوقة، التي أكيد ستستفيد منها، ونتعلم الدروس والعبر، والتي هي بعنوان العفو عند المقدرة. كنا قد توقفنا عند ردة فعل الأسد، والذي هدأ غضبه قليلا، مما فعله الفأر الصغير، لكن في نفس الوقت كان يريد معاقبته. حتى لا يكرر فعلته. فقال الفأر: يا سيدي، أنت ملك الغابة، وأقوى من فيها، فجدير بك أن تسامحني، فأنا مخلوق ضعيف. والعفو هو صفة الأقوياء، العفو عند المقدرة. ولعلي برغم ضعفي وصغر حجمي أقدم لك معروفا في يوم من الأيام. ضحك الأسد حتى ظهرت أنيابه، وقال باستهزاء: أنت أيها الصغير. أنت تقدم معروفا لملك الغابة؟ لكن رغم ضحك الأسد على الفأر، قرر مسامحته والعفو عنه. مرت الأيام والأسابيع، وفي يوم خرج الأسد من عرينه، وكان هنالك مجموعة من الصيادين الذين يبحثون عن أسد حتى يصطادونه، ويأخذونه إلى حديقة الحيوانات، وقاموا بوضع الأشباك في كل مكان على أمل أن يقع فيها الأسد. وبالفعل جاء صديقنا الأسد، ومن دون أن يدري، وقع في شبكة من الشباك، واحدة من التي نصبها الصيادين. فبدأ الأسد بالزئير الغاضب:
والتحرك داخل الشبكة، محاولا مغادرتها، لكن وللأسف دون فائدة. فاشتد زئير الأسد وعلى وسط الغابة. ومن سمع الزئير يا أصدقاء؟ نعم أحسنتم، إنه الفأر الصغير. الذي بعد أن سمع الزئير عرف أن الأسد يواجه أزمة كبيرة، وبالفعل أتى صديقنا الفأر ووجد الأسد داخل الشبكة. ولا يعرف ماذا يفعل. فقد يأتي الصيادين في أي لحظة. أقبل الفأر على الأسد وحياه، ثم قال: أيها الأسد العظيم، أنا لن أنسى أنك عفوت عني، وتركتني ولم تعاقبني في ذلك اليوم، وآن الأوان لأرد المعروف. ولكي أقابل العفو بالإحسان. فقال الأسد متعجبا: أنت أيها الفأر؟ ما الذي تستطيع فعله أيها الصغير؟ فقال الفأر: يا ملك الغابة، أنت تملك قوة عظيمة، تستطيع مواجهة كل الحيوانات، ولكنني أملك أسنانا حادة، وأستطيع قطع هذه الحبال وتحريرك من هذه الشبكة. وبسرعة قبل أن يأتي الصيادون. وبالفعل بدأ الفأر بقطع الحبل، وكان الأسد في دهشة مما يحدث، فبعد أن كان يائسا وظن أن الصيادين قد نالوا منه، إذا بفأر صغير يجد الحل. وبالفعل لم يمضي وقت طويل حتى أصبح الأسد خارج الشبكة. بعدما قطع الفأر كل الحبال، خرج صديقنا الأسد وقام بشكر الفأر الصغير على ما فعله، وقال له: لقد قدمت لي معروفا. هذا المعروف لن أنساه طوال حياتي. وبالفعل أصبحا صديقين. بل أصبح الفأر من أعز أصدقاء الأسد، انتهت الحكاية يا أصدقاء، والتي كانت مليئة بالدروس. والعبر التي تفيدنا في حياتنا. لكن أهم هذه الدروس هو العفو عند المقدرة. فالإنسان إذا كان بمقدوره أن ينتقم من إنسان آخر، فالأفضل له أن يعفو عنه. وهذه صفة جميلة من صفات المسلمين وخلق حسن من أعظم الأخلاق. التي يجب أن يتحلى بها المسلم. أيضا علمتنا الحكاية عدم الاستهتار، عدم الاستهتار بكل مسلم مهما كان ضعيف، فالضعيف يمكن أن ينصر القوي، كما حدث مع الفأر الضعيف، الذي أنقذ الأسد ملك الغابة. أقوى حيوان في الغابة. وتعلمنا أيضا أن على المسلم أن ينصر أخاه المسلم يعينه وينصره، متى ما كان ذلك ممكنا. فالمسلمون إخوة. حسنا يا أصدقاء، ماذا عنكم؟ ما الذي استفدتموه من الحكاية؟ أرسلوا لنا عبر هاتفنا الذي يظهر الآن على الشاشة، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشبكة سلام الإعلامية، على أمل أن نلتقيكم في حلقات قادمة. هذا صديقكم موفق ناصر وعبد السلام ناصر، نحييكم. إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.